تقبض عليه وعلى كل أفراد المنظمة. ساعتها سردار اعتذر ليها ووعدها إنهم هيقبضوا عليهم قريب. ولما خرجت شيدان من قاعة الاجتماعات استلمت التحريات اللي طلبتها عن نيسان وعرفت عنها كل حاجة. وفي نفس الوقت كان أشرف وباقي أعضاء المنظمة مجتمعين عند يعقوب الزعيم اللي الكل بينادوه الأب. وبيظهر إن يعقوب هو اللي رباهم من وهم صغيرين لأنهم كلهم أيتام وما عندهمش أهل. في الاجتماع كل واحد فيهم بدأ يقول هو جمع قد إيه فلوس الشهر ده. ولما جه الدور على أشرف يعقوب انبهر بيه لأنه كان أكتر واحد جمع أرباح. في اللحظة دي بتبان الغيرة على وش قدير لما يشوف إن يعقوب مبسوط بأشرف ومقدره أكتر من الباقي. والاجتماع ده بيكون في نفس يوم الاحتفال بيوم اليتيم، فيعقوب بيقرر يخصم نسبة من أرباح الشهر علشان تتصرف على الأيتام ويدي كل واحد من الخمسة صورة ولد يتيم علشان يهتم بيه ويصرف عليه. بعد ما الاجتماع بيخلص أدير بيتكلم مع أشرف وبيقوله يركز كويس في الفرح اللي هيتعمل في الفندق الليلة دي، لأن الفرح ده بتاع ابن عزت زعيم العصابة اللي